السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. تعالوا بينا كالمعتاد ندخل في أخبار النادي الأهلي قبل ما نتكلم في أي مواضيع. حلقاتنا النهاردة مليانة، كلها أخبار دسمة وكلها مواضيع قوية جدا هنتكلم فيها النهاردة. محمد شريف خلاص مدد عقده مع النادي الأهلي وأصبح لاعب في النادي الأهلي لسنة 2027. النادي الأهلي بكده قطع الطريق على نادي الزمالك عشان ما يحاولش ان هو يفكر في اللاعب ويقول لك ان احنا هنضرب النادي الاهلي في لعيب هو هيزعله قوي. النادي الاهلي قطع الطريق عليهم في انفراغه في ملف سوزا البرازيلي. النادي الاهلي امبارح ارسل عقد جديد للنادي اللي فيه بيلعب فيه سوزا البرازيلي، والنادي خلاص وافق على النادي ان هو يسيب سوزا للنادي الاهلي. والنادي دلوقتي بيقنع المدرب وبيقول له ان في بديل لسوزا جاي، وان اللاعب لازم ان احنا نسيبه في الفتره ديت لان ده اخر موسم للاعب في العقد بتاعه، ومش هنقدر ان احنا نستفاد بيه في الفتره اللي جايه، عشان كده لازم ان احنا نسيبه للنادي الاهلي. عايز اقول لكم على حاجه، ان فاركو والبنك الاهلي بيتواصلان مع النادي الاهلي عشان خاطر مصطفى شوبير. ومش عارف يعني هم بيتواصلوا وهم عارفين احتياج النادي الاهلي لمصطفى شوبير ازاي، انا مش عارف. عموما النادي الاهلي قفل الطريق ليهم وقال ممنوع الاقتراب او التفريط في مصطفى شوبير. عايز اقول لكم ان الاهلي وبيرسي تاو الاثنين اتفقوا على تمديد عقد بيرسي تاو، وان اللاعب يفضل في القلعه الحمراء وما يستغنوش عنه نظرا للمستوى الرائع اللي قدمه من ساعه كولر ما وصل النادي الاهلي. وبيرسي تاو بيأدي اداء عالي جدا 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 وفارق مع النادي الاهلي. عشان كده الاثنين اتفقوا خلاص على ان بيرسي تاو هيمدد عقده مع النادي الاهلي وباقي في القلعه الحمراء. عايز اقول لكم ان امبارح رضا عبد العال اخذ حبوب الشجاعه. رضا عبد العال امبارح مرمط المعزول. رضا عبد العال قال كلمتين مختصرين لكنه مرمط بيهم المعزول. قال ده مهووس وناقص وما عندوش ضمير وسرق شيكابالا. وطبعا المعزول ما قدرش يرد عليه غير ان هو بعت له بلطجيه امبارح عشان يقدموا رضا عبد العال. ايه اللي هيحصل مع رضا عبد العال ومع مرتضى منصور ده اللي احنا هنعرفه في الايام القادمه. عايز اقول لكم ان شيكابالا لما طلع وعمل البيان اللي هو عمله ده فضح المر، فضح المعزول. شيكابالا لما طلع قال لك ان ده حاجه قليله من اللي موجود عنده. هتكلم في الجزئيه ديت بس، لكن اللي موجود كتير جدا جدا واللي اعرفه كتير جدا. طيب انت عم شيكابالا في ايه؟ قال لك ان المعزول طلب منه ان هو يتواصل مع الناس زي ممدوح عباس وزي الناس اللي لها الجهات اللي لها فلوس عند نادي الزمالك واللي حاجزين على نادي الزمالك. وقال لك اتضح ان مفيش اي حجوزات على نادي الزمالك ومفيش اي حد حاجز على نادي الزمالك ولا على ارصده نادي الزمالك. يبقى اذا انت المعزول بيبيع الوهم لنادي الزمالك، بيبيع الوهم للكل. شيكابالا اتكلم عشان خاطر زمايله اللي قالوا له اتكلم بالنيابه عننا. اللعيبه بقى لها 6 شهور ما قبضتش، وما كان من المعزول الا ان هو فرش الملايه لشيكابالا وطلع وشتم شيكابالا بافظع الالفاظ. قال له ان هو يعني بالمعنى الاصح كده مالكش لازمه، وان انت مش قائد وانت كنت هربان
وقاعد عندي في الفيلا وانت وضعك ونظامك، وقاعد قال كلام كتير قوي 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 على شيكابالا. والاغرب من كده واللي يزعل ويحزن ويبكي، قناة النادي اللي محطوطة مش عشان النادي، محطوطة عشان خدمة فرد، عشان خدمة المعزول، واللي فيها شوية مطبلطية عشان خاطر يطبلوا لواحد بس. للأسف الشديد بعد ما رفعوا شيكابالا للسماء السبعة وعملوه أسطورة تاريخي للكرة المصرية، مش الكرة الزملكاوية وبس، ده عملوه أسطورة لن تتكرر في العالم أكمل. لدرجة إن الناس فكرت إن شيكابالا أفضل من بيليه، أفضل من مارادونا، أفضل من ميسي، أفضل من كريستيانو، أفضل من زين الدين زيدان. أسطورة لن تتكرر عبر التاريخ. وفي الآخر نزلوا الأسطورة ده لسابع أرض، من سابع سما لسابع أرض. وتحس إن هما كأن ما بينهم وما بين شيكابالا طار. لما يطلع المطبلاتية يقولوا ان شيكابالا عمل الحوار ده والموضوع ده عشان خاطر مستواه ما ينفعش ان هو يبقى في القايمة الاولية لنادي الزمالك والقايمة الاساسية لنادي الزمالك، فهو بيعمل كده عشان خاطر يخلي جماهير نادي الزمالك تتقلب على الادارة وتتقلب على المعزول. فده كتير قوي قوي قوي. والقناة سخرت لشتيمة وتقليل وتشويه صورة شيكابالا. القناة وهزاز الرؤوس هزاز الديول معدوم الضمير، خلاص نسيوا كل حاجة ونسيوا التاريخ اللي عملوه وزيفوه، وبيقولوا للناس ان احنا كدابين وان احنا منافقين وان احنا هجاصين وان احنا ناس ملناش كلمة وان احنا كل يوم بحالة وان احنا مرضى نفسيين وان احنا كل حاجة. لما في يوم وليلة يغيروا كلامهم وبعد ما يطلعوا شيكابالا السما ينزلوه سبع ارض ويدوسوا عليه، فده كتير قوي. تعرف ان الناس ديت غير طبيعية بالمرة. ده بالنسبة للمعزول وبالنسبة لشيكابالا. عايز اقول لكم برضو يعني قناة نادي الزمالك اللي انا بقول لكم شوفوا الوضع وبيتغير وبيعمل ايه. ناس مبدأ مش موجود، مبدأ مش موجود من اساسه. الناس دي قاعدة عشان تطبل عشان واحد معين، لكن مش قاعدة في قناة نادي تخدم النادي وتشوف الاخطاء اللي موجودة في النادي ايه، والاخطاء اللي بتتعمل من اعضاء النادي ايه، او الاخطاء اللي بتقع فيها الادارة ايه، تبدأ تصحصح الادارة او تبدأ تقف خلف النادي عشان خاطر ان هو يقف على رجليه. لكن الناس ديت لا، الناس دي شغالة مطبلطية بس عشان خاطر واحد معين. عايز اقول لكم على حاجة. بعد الانفجارات والكلام اللي حصل وشيكابالا الكلام اللي طلعه وقال ان في كتير هقوله وهطلعه، وبعد ما هاج عليه المعزول وقال اللي هو قاله وادى تصريح لقناة الزمالك وهزاز الرؤوس ان هم يطلعوا يمسكوا شيكابالا غسيل ومكوى، عايز اقول لكم ان شيكابالا ما استحملش. شيكابالا خد بعضه وراح للمستشار محمد عثمان محامي النادي الاهلي. وبمجرد ما شيكابالا ظهر في مكتب الاستاذ محمد عثمان محامي النادي الاهلي عشان ياخد له الاجراءات القانونيه ضد المعزول وضد هزاز الرؤوس وكل اللي اخطأ فيه، المعزول جاب ورا مباشرة وطلع في الإعلام يغازل شيكابالا ويصالح شيكابالا على الكلام اللي هو بيقوله، وكأن الناس ديت ذاكرتها ذاكرة عصافير ونسي اللي عمله في شيكابالا في لحظة، وعايز شيكابالا ينسى اللي اتعمل فيه في لحظة. كتير جدا قال لك ان شيكابالا اتصالح مع مرتضى منصور، وكتير جدا قال لك لا ما اتصالحش. لكن الحقيقة ان مرتضى منصور بيستعطف شيكابالا دلوقتي عشان خاطر الموقف بقى صعب. شيكابالا هيطلع اللي عنده واللي يعرفه، والخطوات القانونية اللي راح للأستاذ محمد عثمان عشان ياخدها وعشان يتحرك بيها
هتبقى خطر على مرتضى منصور المعزول دلوقتي، وان الامور اساسا مش في صالحه في الفتره اللي هو موجود فيها ديت. عشان كده بدأ ان هو يحاول بقدر الامكان ان هو يصالح شيكابالا، وبيغازله وبيتكلم في الفضائيات من امبارح عليه كويس. هنشوف شيكابالا هيوصل لايه وهيعمل ايه. عايز اقول لكم ان قناتنا هنا قناة الاهلاوية في الريف دايما سباقة، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها ان لعيبة نادي الزمالك بقالها 6 شهور ما قبضوش، وان فتوح وزيزو هيفسخوا العقد وهيروحوا النادي الاهلي. ادي انتوا شفتوا وكلكم وكله طلع دلوقتي اتكلم ان ابو الفتوح مشي في اجراءات فسخ العقد ومضى بالفعل للنادي الاهلي. وعايز اقول لكم فعلا هو ماضي من النادي الاهلي، وماضي في فيلا عدلي القيعي، عشان خاطر الناس تبقى عارفه. والناس الاهلاويه اصحاب قناه الاهلاويه في الريف يبقوا عارفين ابو الفتوح ماضي للنادي الاهلي، وماضي على بياض كمان عشان بس الناس تبقى عارفه، لان اموره هتبقى متساويه. وماضي في فيلا عدل القيعي، واللاعب خلاص كلها ايام ويبعت الجواب بتاع فسخ التعاقد لنادي الزمالك. اي كلام هيتقال غير كده غير صحيح. فتوح خلاص وفي الطريق زيزو، وسلم لي بقى على المعزول، واللي هو مش قادر يعمل اي حاجة بالنسبة لنادي الزمالك. عايز اقول لكم على حاجة كمان، ان خلاص بالنسبة لمحمود عبد المنعم كهربا مش هيدفع الا نص الغرامة بس، ومش دلوقتي كمان، لان خلاص ظهر فريق افيس ودخل في القضية، وهيدفع نص الغرامة اللي عليه لنادي الزمالك، وكهربا هيدفع النص بس. وبرضه هياخدوا كل الاجراءات القانونية اللي تسمح ليهم ان هم يلعبوا ويستمروا. وبرضه في نهاية المطاف هيبقى يعملوا لنادي الزمالك يدفعوا على اخر لحظة، زي ما محمود عبد المنعم كهربا بيعمل كده تماما. يعني مش هيقدروا يعرفوا يستفادوا بأي حاجة. الأول كان كهربا بيقول نقسط ما رضيوش، دلوقتي بيتمنوا إن هو يقسط. وعايز أقول لكم كمان إن بالفعل نادي الزمالك بعت لمحامي محمود عبد المنعم كهربا عشان خاطر يقسط الغرامة ويبدأوا يدفعوا، إلا إن كان الرد صادم من محامي محمود عبد المنعم كهربا. قال لهم بالنص كده احنا مش هندفع الا في الوقت اللي احنا نعرف ان هو اخر ساعات في ان هو، وبعد كده ممكن اللاعب ان هو يتوقف. وللعلم ان كهربا هيدفع نص الغرامة فقط لا غير، عشان خاطر افيس ظهر في الصورة، والموضوع اتحول دلوقتي على افيس ومحمود عبد المنعم كهربا. اعزائي المشاهدين، لحد كده خلصت اخبارنا، لكن ما خلصتش حكايتنا. برجو من اللي بيسمعني ينزل يعمل لايك وشير عشان خاطر الحلقة توصل لكل الأهلاوية على اليوتيوب. واللي بيسمعني لأول مرة من فضلك انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتكم قناة الأهلاوية في الريف. أعزائي المشاهدين، بشكركم وإلى أن ألتقي بكم. لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.